السلام عليكم. الفيديو بتاع النهارده هتكلم معاكم عن البوليستر ومشاكله وازاي تستبدلوا بمواد كتيرة احسن منه وارخص بكتير. البوليستر طبعا غالي جدا في اليومين دول وبغالي، وفي ناس كتيرة ما تعرفش تسوق منتجها، بس هو شديد وحلو يعني، وفي درجات حلوة. ازاي تكسب من البوليستر؟ ان شاء الله هعمل فيديوهات سلسلة كاملة اكتر من 100 فيديو عن عالم البوليستر وبدائل ليه. في خلطات كتيرة محدش يعرف عنها حاجة، في حاجات شبيهة للبوليستر ما تتكلفش الكيلو 10 جنيه، وفي حاجات 30% قوتها من البوليستر بالكيلو في حدود 4 جنيه 5 جنيه. فانا هوريك مواد كتيرة في شغل البوليستر، وهوريك حاجات تكسب منها فلوس حلوة جدا من البوليستر، وازاي تدخل دخل شهري يعيشك ويفتح لك بيت واتنين، وازاي تكسب من عالم البوليستر، وازاي تعتمد عليه انه يفتح لك بيت واتنين وتلاتة. وهوريك حاجات كتيرة. والبوليستر يا جماعة هو حلو بس هو غلي، وفي ناس كتيرة فشلت فيه. فانا هوريك ازاي تشتغل، هوريك تشتغل ازاي بشغل البوليستر، وازاي توفر، وازاي تطلع حاجات مطلوبة في السوق، زي شغل الساعات، زي شغل حاجات كتيرة جدا، زي فبرية التوك توك، حاجات تعرف تعملها. وفي ناس عايزة مشاريع صغيرة من عالم البوليستر بنعمل منه صينيات بدال الريزن وبدال شغل الاوبوكسي، وهوريك تعمل منه حاجات كتيرة جدا، وهوريك بدائل ليه ارخص منه لانه البوليستر غالي جدا. فانا هوريك خامات ارخص بكتير، وفي كيلو زيه زي البوليستر، والكيلو ما يكلفكش ال10 جنيه، وفي كيلو يكلفك 5 جنيه و3 جنيه. هوريك خلطات كتيرة شبيهة للبوليستر، ويعني فيها حدود من البوليستر حلو جدا. لو عجبك الفيديو تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد،